لامين يامال خرب الدنيا يا جدعان. ده ميسي بنفسه قال عليه الواد ده خيال. تيري 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 تيري. الأمين جمال نصراوي إبانة. النهارده هنعرف مين هو لامين يامال وازاي عمل انجازات قويه في السن ده، وهل هو هيبقى اصغر لاعب يحصل على الكره الذهبيه في السن ال17. كل ده هنعرفه في فيديو النهارده. خلينا نعرف الاول مين هو لامين يامال. لامين يامال تاريخ ميلاده 13/7/2007، جنسيته اسباني وعرقه مغربي من مدينه العرائش ودينه مسلم. تمام، بعد ما عرفنا مين هو لامين يامال خلينا بقى نعرف الوش التاني. لامين يامال لعب المباراه رقم 100 مع برشلونه، اخر ماتش كان قدام انتر ميلان في دوري ابطال اوروبا بتاريخ 30/4، واللي جاب اول جول رايق للبرشلونه في بدايه الماتش في الدقيقه 24. وبالمناسبه لامين يامال اكتر لاعب عمل محاولات تسجيل في الماتش. خلال ال 100 مباراه فاز بالدوري الاسباني 2022-23 وبكاس ملك اسبانيا وكاس السوبر الاسباني. السؤال بقى، هل برشلونه هتكسب الدوري الاسباني 2024-25 وهتفوز بدوري ابطال اوروبا؟ عشان لو حصل لامين يامال هيبقى اصغر لاعب حصل على الكره الذهبيه في العالم. امبارح اسطوره مانشستر سيتي هالاند عمل سنابايه وهو بيقول على لامين يامال بالانجليزي This guy is incredible، وبالعربي هذا الفتى مذهل. وبالنسبه للقطه اللي فيها لامين يامال دي، محاوله تسديد في الدقيقه 26، ومن كلام المعلق عصام الشوالي ان الاسطوره ليونيل ميسي في ايام شبابه عمل لقطه زي دي. وزي ما انتم شايفين دي لقطه في نهائي كاس ملك اسبانيا في سنه 2015 تشبه نفس اللقطه اللي عملها لامين يامال. مش عارف هل دي نفس اللقطه اللي يقصدها عصام الشوالي. نسيبنا من هالاند ونيجي على النجم المعتزل تيري هنري. علق على لامين يامال في قناه CBS وقال بعد الترجمه: انا من دواعي سروري ان اشاهدك تلعب. وقال كمان: انا حقا استمتع بمشاهدتك تلعب. النجم المعتزل سيموني انزاجي اللي حقق انجازات كتير من اول 1994 ل 2010، 16 سنه كلاعب. ابرز انجازاته سجل سوبر هاتريك 4 اهداف في مباراه واحده، وكان هداف الدوري الايطالي. تمام، دي ابرز انجازاته اللي حققها كلاعب. نيجي بقى كمدرب. خلال فتره تدريبه للازيو من 2016 ل 2021، كاس ايطاليا 2018-2019، كاس السوبر الايطالي مرتين 2017 ل 2019. خلال فتره تدريبه لانتر ميلان من 2021 لحد النهارده، الدوري الايطالي مره 2023-24، وكاس ايطاليا مرتين 2021-22 و2022-23، وكاس السوبر الايطالي 3 مرات 2021-22-23، واخد جايزه افضل مدرب في الدوري الايطالي 2023-24. 15 سنه كمدرب. حاسس انك اتلخبطت؟ لا، ما اتلخبطتش ولا حاجه. بعد كل الانجازات العظيمه دي، الاسطوره سيموني انزاجي قال على لامين يامال: يامال ابهرني حقا، انه موهبه لا تظهر الا مره كل 50 عاما. كل اللي فات ده كوم واللي جاي كوم تاني. نيجي على ميسي في لقاء على قناه اسمها سيمبليمنتي فوتبول. سال المذيع عن لامين يامال ورد عليه وقال: الحق يقال كم هو مذهل، ما يقدمه وما يفعله. وقال انه لسه في مرحله التطوير، واعتقد انه سيستمر في التطوير اكثر كلاعب. طب تعالوا بقى نروح على كريستيانو رونالدو. بس قبل ما نروح لكريستيانو ما تنساش تعمل اللايك الرايق، ولو عاوز تدعمنا دوس على زر الاشتراك او السبسكرايب. كريستيانو كان في اللقاء مع اسطوره الدفاع المعتزل ريو فرديناند وفي قناته، وقال كريستيانو على لامين يامال: اعتقد ان هذا الجيل الجديد لديه الكثير من الامكانيات. لامين يامال اصغر لاعب يتوج بالكره الذهبيه، وده يا رجاله مش مستحيل. لو برشلونه فاز بدوري ابطال اوروبا ولامين يامال استمر بادائه، متوقع ان لامين يامال هيبقى المركز الاول في التصويتات، وهيبقى اصغر لاعب يتوج بالكره الذهبيه. لامين يامال بيرقص بنفس طريقه الاسطوره ليونيل ميسي، وده مثال. الهدف اللي سجله في اخر مباراه للبرشلونه في الشامبيونز ليج ضد الانتر في ملعب برشلونه، بصوا ازاي ضحك على هنريك ورقصه شمال وبعد كده راح يمين. سيبنا من ده، دي لقطه من ميسي، بصوا رقص اللاعب ازاي، ودي لقطه من لامين يامال رقص برضه اللاعب. نجيبهم كده جنب بعض، هما الاثنين بيرقصوا اللاعب، مش حاسين بحاجه؟ في تشابه بنفس طريقه المراوغه. نيجي تاني على كريستيانو في اللقاء، قال: ساق يامال نحافتان جدا، وقال يحتاج الى تحسين لياقته البدنيه. يعني كده هيبقى في اداء اقوى من لامين يامال. طب تعالى يا رجاله نعمل مقارنه سريعه ما بين ارقام ليونيل ميسي ولامين يامال في اول 100 مباراه مع برشلونه. ميسي سجل 41 هدف وعمل 14 اسيست واخد 4 القاب. لامين يامال سجل 21 هدف، عمل 33 اسيست، اخد 3 القاب. ايوه لامين يامال ممكن يبقى نص ارقام ميسي، بس لو بصينا على عمر ميسي وقتها وعمر لامين يامال الحالي هنلاقي ان عمر لامين يامال اصغر من عمر ميسي بكتير، ودي نقطه للامين يامال. وكفايه يا رجاله لحد هنا، انا زعلان منك. يبقى انا منزل فيديو من 3 ايام على الماتش العظيم برشلونه وريال مدريد في كاس ملك اسبانيا، والفيديو ما يجيبش ولا لايك. ينفع كده؟ ينفع؟ اهم حاجه تشترك في القناه والباقي عليا. هديك كل اللي نفسك فيه في مده قصيره جدا، بس انت تركز معايا. ولو عجبك محتوانا فعل زر الجرس بعد الاشتراك عشان لما ننزل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه. وكان معاكم فورماجي الكوره، واراكم الفيديو القادم. سلام.